الفكر الأخضر، كلمة الحق في زمن الباطل. الوضع الأمني في طرابلس، ليست هناك ميليشيات مسلحة تتحكم في القرار السياسي في طرابلس؟ هناك أجهزة أمنية موجودة تابعة لوزارة الداخلية، تابعة لمؤسسات الدولة، تقوم بجهد رائع في تأمين وسلامة المواطن. واجهت الكثير من الفئات والمجموعات المعرقلة اللي هي كانت المشاغبة، تم طردهم من طرابلس، وحاليا الوضع في طرابلس يعني وضع آمن بالمعنى الصحيح. نعم. اتفاق باريس، هل تعتقد أن مهمته ستكون أيسر أسهل، خاصة أن خريطة الطريق وكأنها رسمت بشكل واضح بالنسبة لليبيا؟ لا، هو احنا لم نضع خارطة طريق. الفرصة أمام السيد غسان أنه هو يغوص في هذه خارطة الطريق ويبحث تفاصيلها ويتواصل مع كل أطراف العملية السياسية. لو هناك في نقاط تحتاج إلى مراجعة أو تحتاج إلى تعديل أو وضع آليات معينة للتنفيذ، فالفرصة أمامه موجودة. يعني ما كان انطباعك أنت بعد هذا اللقاء مع سيد غسان سلامة؟ انطباعي أنه هو شخص يعني أثق في قدراته، أنه هو حيقدم شيء حيكون إضافة للمرحلة القادمة يعني. وفي نفس الوقت يعني حتى المبعوث السابق السيد مارتن بذل جهدا، يعني نحييه على هذه الجهود اللي بذلت يعني.